السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في سيشن جديد من الكورس بتاعنا الخاص بتحليل البيانات، ومكملين إن شاء الله في الجزء الخاص بالمبادئ الإحصائية. وطبعا اتكلمنا في السيشن اللي فات عن الميجرز اوف سنترال تندنسي أو مقاييس النزعة المركزية. اتكلمنا عن 3 مقاييس أساسية اللي هم المين والميديان والمود. طبعا عرفنا ان المين او عرفنا القانون بتاع المين اللي هو يعتبر الميتيشن بتاعه الاكس بار بيساوي السم اوف اكس اي على الان، تمام، اللي هو مجموع الارقام على عددها، اللي هو يعتبر بنسميه الافريج، تمام. طيب الميديان عرفنا ان هو بيقسم الداتا سيت بتاعتك الى جزئين، بحيث ان هو يكون يجيب لك 50% على اليمين و50% على على اليسار، تمام. المود عرفناه طبعا ان هو اكثر القيم شيوعا او اكثر انتشارا في الداتا سيت بتاعتنا. ان شاء الله النهارده مكملين مع نفس الموضوع بتاعنا اللي هو الميجرز سنترال تندنسي، وهناخد 2 برضو من الميجرز الاساسيه في السنترال تندنسي اللي هم الكوارتايلز والبرسنتايلز. طيب الاثنين دول طبعا مرتبطين بالميديان برضو، تمام، لان هو من ضمن المقاييس اللي بتقسم الداتا بتاعتنا الى اجزاء. اول حاجه لو اتكلمنا على الكوارتايلز بقسم عندي 3 كوارتايل اساسيه، Q1 وQ2 وQ3. هم دول بنسميها الربعيات، الربع الاول او كوارتال 1 والQ2 او الربع الثاني والربع الثالث اللي هو Q3، تمام. الQ2 ده على طول كده يعتبر هو الميديان. ليه؟ لان هو هيقسم الداتا بتاعتي الى 50% يمين و50% يسار، يبقى ده Q2 ده هو بيساوي الميديان، تمام. معنى كده ان هو معنى كده ان Q1 برضو يعتبر هو الميديان بتاع الجزئيه دي، الميديان بتاع الجزئيه دي، يعني هيقسمها 50% و50%، يعني كده هيجيب 25% قبله، 25% قبله، ماشي. يعتبر طبعا كده قلنا خلاص ده الكيو 2 اللي هو 50%. طب الكيو 3 هيقسم لحتى كام؟ 75%، تمام. يبقى كده عرفنا ان كيو 1 هيجيب 25% الاولاني، كيو 2 هيجيب 50%، تمام، والكيو 3 هيجيب 75%. ال 75 او ال 50 او ال 25 مش بيجيب لي القيمه نفسها، لا ده بيجيب لي مكان القيمه. بمعنى بمعنى انا لو عندي مثلا داتا سيت كده، ادي مثال مثلا اهو، عندي 3 و5 و2 و4 و7 و8 و9 و4 و5 مثلا، ادي 1 و2 و3 و7. دي يعتبر داتا سيت. اول حاجه كنا بنعملها لما نيجي نجيب الميديا بنعمل نعمل ارينج او ترتيب او سورت مثلا للداتا بتاعتي دي. اول حاجه ارينج للداتا بتاعتي دي، هيبقى عندي هيبقى عندي 1 و2 و2 و3 و3 و4 و4 و5 و5 و7 و7 و8 وكام و9. كده احنا رتبنا الداتا سيت بتاعتي دي، تمام. طيب انا عاوز دلوقتي اجيب الميديان اللي هو بنسميه Q2. هيساوي هيساوي يعتبر المكان اللي هو 50% من الداتا بتاعتي،
ماشي. آه طيب هم دول كام واحدة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. تمام. خلاص يبقى هنا يبقى نقسم هنا 50% اللي هم الستة الأولانيين، ماشي، 50% اللي هم إيه؟ الستة التانيين، يبقى عندي هنا الميديم إيه؟ 4. تمام. وكده ده الميديم بتاعي أو الكيو 2 اللي هو إيه؟ 4. تمام. ده كده إيه؟ ده المكان اللي هو إيه؟ بيقسم الداتا لإيه؟ 50% يمين و50% يسار. ما قالش او ما غيرش في ايه، في القيمه بتاعت الايه، الدرجه بتاعتها، لان في 4 برضه هنا موجود. تمام. فهنا بقى بيقسم بس الاماكن، يعني بيخلي 50% على يمين ده كده الايه، ده كده كيو 2 او المين. طيب عاوزين نجيب بقى الايه، كيو 1. ماشي. اللي هو قلنا ايه، هيقسم الداتا اللي ايه 25% قبله و25% بعده في الجزء اللي هو اللي قبل ايه، قبل الميديان. طيب انا هنا عندي كام؟ انا عندي هنا 6. زي ما كنت بجيب الميديان بالظبط، اخد الرقمين اللي في النص دول واجمعهم على ايه، واقسمهم على 2. يبقى 2 زائد 3 على 2 بيساوي ايه؟ 2 ونص. يبقى ده اللي هو الايه، كيو 1. طيب كيو 3 يساوي ايه؟ طبعا نفس الكلام، اجي هنا على ايه، برضو على الرقمين اللي في النص كده، واخدهم اجمعهم على 2. يبقى ايه، 7 زائد 7 على 2 بيساوي 14 على 2 فيها ايه؟ فيها السبعة. تمام. يبقى كده جبنا ايه، كيو 2 وكيو 1 وكيو 3. طيب كده وضحت بتهيألي الجزئية بتاعت الايه، كوارتايل. فكيو 1 تجيب 25%، كيو 3 75%، والكيو 2 اللي هو ايه 50%. طب ايه 50% وال25 وال75 دي بيسموها الايه، البرسنتايلز. تمام. البرسنتايلز نفس الكلام، برسن ايه تايلز. تمام. طب انا لو عاوز اجيب بقى برسنتايل بس ايه، مش رقم من دول، انا عاوز اجيب مثلا 30%. ال 30% من الداتا هتكون في انهي جزئيه من الاجزاء دي؟ ده الايه، ده اللي هنشوفه دلوقتي في ايه، ده اللي هنشوفه في القوانين الخاصه بالبرسنتايل. اهم حاجه يكون الايه، الكوارتايلز، الكيو 1 وكيو 2 وكيو 3 فهمناهم كويس، لان انا هحتاجهم بعد كده في الايه، الفيجرز الثانيه اللي هي غير الايه، السنتر تندنسي اللي هي خاصه ايه بالديفرنشيشن اللي هو الايه التشتت. تمام. طيب نيجي نشوف الايه، البرسنتايلز. البرسن تمام. انا لو عاوز اعرف ال 10% او 11% من الداتا، تمام، يبقى عندي الداتا 6 اهو. ماشي. دي ايه، يبقى ايه، بتبدا من 1%، تمام، الاماكن لحد كام، 9، لحد كام، 99%. دي اللي هي بتسميها ايه، الكي. ماشي. يبقى هي اكبر من ويساوي ال1% واصغر من ويساوي الايه، ال99%. طيب ايه كده اللي هو ايه، النسبة المئوية اللي انا بقول عليها، البي كي بتاعت مثلا ال25% اللي هي يعتبر اللي هي كوارتايل 1 اللي هي 25%. طيب بالنسبة ل 50% اللي هي كوارتايل 2، ال 75% لكوارتايل 3. طيب في حاجات تانية غير، انا عاوز اعرف مثلا ال 30%، عاوز اعرف الايه ال 55% مكانهم فين في الداتا سيت بتاعتي، عاوز اعرف المكان بتاع مثلا ال 80% من الايه الداتا بتاعتي مكانها فين في الداتا سيت بتاعتي. تمام. فديت الايه، الكي بتاعتي. طيب تمام. انا عشان اعرف بقى المكان ده في المكان ده اللي هو الاي. تمام. زي ما كنا بنقول زمان الايه، الاكس اي. المكان ده اللي هو الايه، الاي. الاي ده دي قانون، اللي هو ايه القانون، بنضرب الكي
في الN على ايه؟ على 100. الكي اللي هو طبعا الرقم ده البرسنتايل ده، تمام؟ في الN اللي هو عدد الداتا سيت بتاعتي على ايه؟ على 100. طيب الرقم اللي هيطلع ده بنقول I belong to الايه؟ حاجه اسمها Z of B. Z of ايه؟ B. امتى؟ لما يكون ايه؟ لما يكون العدد اللي هيطلع بتاع الاي ده عدد زوجي. طيب امتى يكون not belong Z of B؟ تمام؟ not belong اللي هو الرمز ده Z of B لما يكون في ارقام ايه؟ ارقام عشريه. طيب البي في الحاله ديت هتبقى عامله ازاي؟ نكبر بس الدنيا كده. لما تكون الايه؟ الارقام صحيحه. ايه اللي يحصل في قانون البي اوف كي؟ هنجيبه ازاي؟ هيقول لك ان الاكس اي زائد اكس اي زائد 1 على ايه؟ على 2. ده هيجيب لك البي كي اللي هو الحاجه اللي انت عاوزها. طب لو هو في ارقام عشريه فاحنا بنقرب البي كي بيساوي ايه؟ اكس اوف اي بس التقريب بتاعها الى اقرب رقم ايه؟ رقم صحيح. طبعا انا حاسس ان ايه؟ ان انتوا تهتوا مني شويه. طيب هنبسط الكلام ده بايه؟ بمثال. طيب هنيجي كده ونقول مثال. لو عندي مثلا اهو مثال، انا عندي داتا سيت 1 3 و2 و5 و7 و8 و11 و12 و9 كام؟ و11. تمام. اول حاجه نعملها ايه؟ نعمل ارينج الداتا سيت بتاعتي دي. يبقى عندي ايه؟ 1 2 3 5 7 و8 و9 و11 و11 و12. تمام. طيب العدد بتاعهم كام الداتا سيت دي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى الان عندي هنا كام؟ يساوي 10. ماشي. هو هنا بيقول لي مثلا في المثال بتاعي ده انا عاوز ايه؟ عاوز البي اوف 10 مثلا. انا عاوز البي اوف 10 اللي هو ايه؟ 10% من الداتا يعني، والبرسنتايل الخاص ب 15%، وبرسنتايل اوف 30، وبرسنتايل اوف مثلا كام؟ 70. هنجيبهم ازاي؟ ماشي. احنا قلنا ايه؟ لو جينا كده البي في ايه اوف 10. ماشي. عشان اجيب البي اوف 10 دي اعمل اول حاجه اعمل ايه؟ اجيب الاي. قلنا هيساوي كام؟ يساوي ايه؟ كي في ان على 100. الكي هنا كام؟ كي هنا 10 في 10 اللي هم ايه؟ عدد الايه؟ عدد الايه؟ الداتا سيت بتاعتي هيساوي في الاخر ايه؟ واحد. والواحد ايه؟ رقم صحيح. اذا هو ايه؟ belong الزد اوف بي. في الحاله ديت هناخد البي، هتبقى القانون بتاعها ايه؟ هيبقى القانون بتاعها اللي هو ده. تمام. يبقى البي اوف 10 ماشي هيساوي، قلنا ليه؟ الاكس اي ماشي اللي هو الاكس واحد ماشي زائد اكس اي زائد واحد اللي هو ايه؟ زائد 2 ماشي على 2. طبعا نعمل القوس ده ليه؟ لان القوس ده دليل على ان الرقم ده بعد ترتيب الداتا سيت بتاعتنا. لكن لو سيبنا واحد واثنين بس من غير الاقواس دي معناها الداتا سيت من غير الايه؟ الترتيب اللي هو ايه؟ 1 زائد 2 على 2. 1 زائد 2 على 2 هيساوي ايه؟ 1.5. اذا هيبقى ايه في الجزئيه ديت اللي هي ايه؟ نسبه ال 10% من الداتا. تمام. بين الواحد والاثنين.
ده بالنسبه لبي ايه، بي 10. البي دي 15. قلنا برضو نفس الكلام، هنعمل نجيب الاي هيساوي ايه، الكي بي ان على كام، على 100. هيساوي ايه كيل، هو قلنا كام، 15. يبقى 15 في 10 على 100 اللي هو 150 هيساوي ايه في الاخر، 1.5. اذا هو ده ايه، رقم غير صحيح، ماشي، رقم فيه ارقام عشرية، اذا هو دونت بلونج ايه، زد اوف بي. اذا البي 15 هتساوي ايه، اذا نقرب الرقم ده الاقرب رقم صحيح اللي هو ايه في الاخر، اللي هو كام، 2 ماشي. يبقى البي اوف 15 اللي هو ايه، اللي هو هنا، ماشي. طيب نيجي على البي اوف ايه، 30. نفس الكلام، خلاص الكلام ايه بالنسبه لنا بقى سهل. الاي بيساوي ايه، الكي اوف ان على 100. هنقول هيساوي كام في الاخر، اللي هو 300 على ايه، على 100 هيساوي 3. ماشي، 3 دي بولونج لايه، الزد اوف بي. اذا البي اوف 30 هيساوي ايه، اكس اوف 3 لو مرتبه زائد اكس اوف 4 على 2. ماشي، هيساوي ايه، 3 و4 اللي هم كام، 3 و4 3 زائد 5 على 2 يساوي كام، دول كده 8 ويبقى هنا ايه 4. ماشي، ده بي اوف ايه اوف 30. طيب اخر واحده اللي هي ايه، بي اوف 70. قلنا الاي هيساوي ايه، الكي في ان على 100 هيساوي ايه 700. 700 على 100 هيساوي كام في الاخر، 70. اذا ده برضو بولونج الزد اوف بي، وبي 70 يساوي، قلنا ايه، الاكس اوف ايه اوف 7 اللي هي زائد اكس اوف 8 على 2 بيساوي ايه، 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 11 9 وكام، 9 و11. 9 و11 اللي هم 20 على 2 هيساوي كام، هيساوي 10. تمام. طيب كده عرفنا ان الايه، كده عرفنا النهارده الكوارتايلز، تمام، وعرفنا البرسنتايلز، وعرفنا العلاقه ما بينهم والعلاقه ما بينهم وبين الايه، لان كلهم يعتبر مرتبطين ببعض، ان احنا بنتكلم على النزعه المركزيه بكل النقط بتقترب او بتتنافس على ان هي تقترب الى ايه، الى المنتصف. تمام، كده يكون خلصنا السنترال تندنسي وخلصنا السيشن بتاعت النهارده. اتمنى ان السيشن النهارده تكون مفيده وطلعت منها بمعلومه مهمه جدا عن الايه، كوارتايلز والبرسنتايلز. وان شاء الله اشوفكم على خير في السيشنز اللي جايه باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.